خليني أقول لك ليش ماليزيا هي أفضل خيار للدراسة. في أسباب كتير تخلي ماليزيا هي الأفضل للدراسة. عندك أول شيء أسعار المراحل الدراسية كلها رخيصة جدا، وبالإضافة إلى ذلك طرق الدفع تقدر تدفع بأي طريقة ممكنة من الطرق اللي نستخدمها يوميا. أنت حسمت أمرك أنك حتدرس في ماليزيا بس مو متأكد ولا عارف منين تبدأ. خطوات التسجيل جدا طويلة ولكن لا تقلق، نحن حنساعدك أول بأول. للتسجيل الجامعات ما تطلب أي كشف حساب بنكي ولا عربون، فقط يطلبوا بعض الأوراق البسيطة وكل المعاملة تتم عن طريق الأونلاين. وفوق كل هذا التسهيلات في بعض الجامعات تعطيك القبول من دون ما تدفع أي رينجت. أغلب الطلاب وأنا كنت واحد منهم تشغلهم فكرة الفيزا، من وين لازم أبدأ وين لازم أروح. الموضوع جدا أبسط من هيك، كل اللي عليك تدفع الرسوم من بيتك وتستنى المعاملة اللي حنتابعها معك شخصيا. الموضوع جدا بسيط لدرجة أنه الطلاب اللي بدهم يدرسوا معهد شهر أو شهرين أو 3 شهور بإمكانهم الحصول على الفيزا عند الوصول، وماليزيا توفر هذا الخيار لأغلب البلدان. ولا تنسى أنه ماليزيا دولة سياحية من الطراز الأول، يعني بتعطيك فرصة تسوي 2 في 1. المستفيد الأكبر من هالنقطة هو طالب المعهد، يعني حتدرس، حتقضي وقت ممتع وحتستكشف الجامعة المناسبة إذا فكرت تدرس فيما بعد. آخر شيء السكن اللي خياراته متعددة وأسعاره جدا كثيرة. اختيارك للسكن هو اللي حيحدد سعره، لكن ما عليك، نحن حنساعدك في اختيار السكن. ولو حابب تعرف تفاصيل أكثر نحن نزلنا فيديو بيحكي عن تفاصيل السكن بأكملها، بإمكانك تشوفه. رجعنا لكم بعد غيبة، واليوم